تخيل أعظم ملك في التاريخ يموت وهو واقف. مات ومحدش لاحظ من اللي حواليه أي حاجة، وكان حواليه عدد كبير من الجن فاكرين إنه لسه عايش. ده مش فيلم، دي قصة حقيقية عن سيدنا سليمان عليه السلام، النبي اللي كان بيحكم البشر والجن وحتى الطير. في يوم ربنا قضى إن سيدنا سليمان عليه السلام يموت. مات وهو متكئ على العصاية بتاعته ساند عليها. بس الغريب في ايه؟ الغريب انه مات ومحدش واخد باله، محدش لاحظ ان هو مات. قبل ما سيدنا سليمان يموت كان واقف بيراقب الجن اللي كانوا شغالين حواليه، كان متكئ على العصاية بتاعته وبيراقبهم. مات في اللحظة دي وهو واقف، والجن فضلوا شغالين، قعدوا شغالين عادي جدا وفاكرين ان هو بيراقبهم. فضلوا كده فترة محدش فاهم الحقيقة. انا عايزة اقولك الفترة دي مش ساعة ولا ساعتين، دي وصلت لسنة. واللي حصل كان غريب جدا. حشرة صغيرة خالص بدأت تاكل في عصاية سيدنا سليمان اللي هو ساند عليها، وفجأة العصاية وقعت، وساعتها جسم سيدنا سليمان عليه السلام وقع على الأرض. الجن اتصدموا واكتشفوا ان هم شغالين بقالهم فترة قدام نبي ميت مش عايش. القصة دي كانت رسالتها واضحة، ان الجن ما يعرفش الغيب، وان اقوى ملك في الدنيا كان ضعيف قدام امر ربنا. سبحان اللي ممكن يكشف اكبر سر بحاجة صغيرة جدا.